اللي راهن على خط الدفاع في الجوله دي ضربت معاه جامد. يعني انا عندي ما شاء الله خط الدفاع الله اكبر عليهم. ان انا جبت اليسون الجوله دي، قررت ان انا ابيع لوريس انه هو ما يقدرش يجيب كلين شيت، وده كان توقع مظبوط. بس في النهايه يعني بعد مباراه اليونايتد اكتشفت ان سواء لوريس اللي جاب 4 نقط او اليسون اللي جاب 6 نقط مش فارقه كتير قوي على التبديل ده. بس يعني ماشي الحال، هسيب اليسون شويه. وطبعا كان عندي روبرتسون، كان عندي دين اللي خربها الصراحه وعمل اسيست وجاب البونس، غير طبعا ديفيد لويز اللي جاب ب8 نقط مقفولين وما احتاجتش ان هو يجيب كلين شيت ابدا. فدي كانت جوله سعيده عليا دفاعيا طبعا. غير بيساكا الاسطوره، بيساكا جاب 4 نقط وخد 3 بونص مع ان هو ما عملش اي حاجه في الماتش. طب ليه الكلام ده؟ دلوقتي كاثكارت جاب جول وجاب في نفسه جول، فاللي هو عمله ده خلى البونص 3 يتسحبوا منه. حتى هوليبس اللي جاب اسيست برضو ما قدرش ياخد ال3 البونص. بس بيساكا اكتر لاعب عمل التحامات وكسبها في المباراه دي، غير الدولز وون وكل الحاجات دي بتديله نقط كتير. ودي من المرات القليله جدا اللي الاقي لاعب ما عملش حاجه في المباراه، سواء جول او اسيست او حتى قدر يحافظ على الكلين شيت وخد ال3 البونص. فبالنسبه للاعب ب4.5 دلوقتي، وانا كنت شاريه ب4.1، ده سعر خرافي للاعب يعني بيجيب نقط بالشكل ده. والسعاده ما وقفتش عند كده بصراحه، غير كمان صلاح اللي رجع وجاب جول وخد البونص 3 وبالكابتنه بقوا 22. وكمان للاسف هنا بقى السعاده وقفت شويه عند شورلي ولوك شو اللي انا قعدتهم على الدكه، يعني في مقابل فليب اندرسون وفيكتور كامارازا اللي كل واحد فيهم جاب لي 3 نقط بس. 76 نقطه رضا، انا الحمد لله راضي ومبسوط. وان شاء الله ربنا يستر الجوله الجايه. هستنى بقى اللعيبه اللي ما تألقتش الجوله اللي فاتت تعمل فارق الجوله دي ان شاء الله. هلاعب واحد في الكاس عنده هازارد، كان مكابتن برضه صلاح، عنده اوباميانج وغير اجويرو. يعني تخيل انت فرقه فيها الاربع لعيبه بالسعر الغالي ده، يعني عنده 4 لعيبه فوق ال11 مليون. طبعا الراجل صارف جامد قوي في المنطقه دي وسايب سواء خط الدفاع برضو مش جامد قوي، وخط النص برضو بعيدا عن صلاح وهازارد الفرقه يعني مش قد كده. فان شاء الله انا هحلل التشكيله اللي قدامي. لو عندك اي نصايح ليا مش بعيد يعني عادي، يا ما اديتكم نصايح ممكن تردوا لي الجميل وتسيبوا لي تحت في الكومنتس. يعني لو عندك نصايح ليا او شايف الدنيا تمشي ازاي قول لي رايك. الجوله دي طبعا حاجات كتير حصلت، بنتكلم ان السون هيسافر خلاص، كين اتصاب واصابه يعني مش هتقل عن شهر. الناس طبعا هتبتدي ترمي سون وترمي كين. ليا واحد صاحبي حصل معاه موقف غريب قوي، قرر ان هو يشتري كين بالنيجاتيف قبل الجوله دي، وطبعا لعب ماتش اليونايتد وخد خازوق متين بان هو اتصاب في اخر المباراه خالص. يعني كانت لعبه غريبه جدا. كين كان بيحاول يلقط العرضيه اللي ملعوبه ويوقع على رجله. غير طبعا شفنا اليونايتد 5 انتصار على التوالي. احنا كمشجعين لمانشستر يونايتد بنعيش احسن ايام حياتنا، 5 انتصارات على التوالي في الدوري. وكمان يعني فوز على توتنهام 1-0 بعد هزيمه 3-0 في الاولد ترافورد. نرجع في ويمبلي في مباراه يعني دخيا ما كانش طبيعي، بيفكرني بمباراه ارسنال السنه اللي فاتت. بس الزياده بقى ان كلين شيت كان محفوظ لديفيد دخيا اللي عمل 10 سيفز واخد 12 نقطه توتال في الجوله دي. في مباراه مفيش كلام كان فيها سوء حظ خرافي طبعا لسواء ديلي الي او هاري كين، وطبعا تألق غير طبيعي لديفيد دخيا. في ترشيحاتنا النهارده هرشح لك لعيبه، سواء لو انت للاسف جبت الكسندر ارنولد الاسبوع اللي فات، هو جاب كلين شيت، يعني جاب كلين شيت والراجل كان زي الفل وتمام، بس للاسف اتصاب واعلنوا على الاصابه دي ان هو تقريبا هيقعد 4 اسابيع. هتضطر تبيع الكسندر ارنولد. عندنا اوبشنز بدل الكسندر ارنولد، اوبشنز بدل سون، ويعني اوبشنز مثلا بدل كين، عشان انت لو بتفكر اكيد تشتري لاعب بدل كين بالسعر الغالي ده. بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل جوين الليج بتاعنا، هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه، وتعمل لايك للحلقه وتشترك في القناه عشان يوصلك فيديوهاتنا الجايه.
نبتدي طبعا في حراسة المرمى، معانا ديفيد دخيا. دخيا 5 و7 بعد مباراة رائعة، والتاني كلين شيت على التوالي لمانشستر يونايتد في الدوري، والتالت كلين شيت على التوالي برضو في كل البطولات. ديفيد دخيا اوبشن ممكن ترجع تجيبه تاني، هيلعبوا برايتون البيون. غير ان مانشستر يونايتد من الاسبوع الجاي لحد الاسبوع ال 29 عنده ماتشات جميله جدا ما فيهمش في النص غير يمكن ليفربول. بالنسبه بقى لخط الدفاع والراجل اللي بيعمل اسيستات بالعبيط وبيعمل اتمت اسيست اكتر، اتكلم على دين، هيلعبوا ساوثهامبتون، سعره 5.2. كنا اتكلمنا عن دين ده قبل ما تظهر الفرقعه بتاعته، ايام ما كان سعره يمكن ب 4 و8، وقلنا هاتوه هاتوه هاتوه، وفعلا الراجل شغال. انا جبته من ساعتها وبالامانه يعني هدفين واسيست في اخر 4 ماتشات لعبهم، ولسه الراجل عنده اكتر يقدم. تاني واحد هو ممكن البديل الامثل على ما اظن، يعني انا من تحليلي وتفكيري في المباراه اللي جايه كده ليفربول، ان ماتيب راجع، اصابه لوفرين وطبعا برضو اصابه الكسندر ارنولد. اكيد يورجن كلوب هيدخل ماتب على طول في المباراه الجايه بدون اي نقاش. سعره 4 و9، وطبعا مباراه جايه كويسه جدا لليفربول. اتمنى طبعا يحافظوا على كلين شيت، وده اوبشن ريسكي كده لو انت عايز تفكر انك انت تجازف وتجيب لاعب، فكر في مات. تالت واحد في خط الدفاع معانا النهارده برضو اوبشن ممكن تفكر فيه، هو جون ستونز. اخيرا سيتي رجع يجيب كلين شيت تاني، يمكن من 9 جولات ما حققوش الموضوع ده. جون ستونز اساسي، سعره 5.2، مباراه جايه ضد هادرسفيلد، غير المباراه اللي بعدها مباراه سهله برضو مانشستر سيتي. وارد ان مانشستر سيتي يرجعوا تاني لسلسله الكلين شيتس. بالنسبه بقى لخط النص وكذا احتمال، النهارده رشحت لك 4 احتمالات ممكن تبدلهم مكان سون. اول واحد يمكن ناس كتير مش واخده بالهم منه قوي، برناردو سيلفا. الراجل عنده هدف و3 اسيستات في اخر 4 ماتشات لعبهم مع مانشستر سيتي، وفي مباراتين جايين سهلين جدا على الورق. مانشستر سيتي وارد ان هو يجيب اهداف كتير، وممكن برناردو سيلفا اللي اثبت مكان اساسي في الفرقه ممكن ان هو يعمل معاك شغل. وسعره طبعا 7 و6، لعيب كويس، ارخص من سون بمليون بحاله. تاني واحد هو ديلي علي. طبعا علي ضيع فرص كتير جدا في المباراه اللي فاتت، شفنا يعني هل هو سوء حظ ولا استهتار ولا ديفيد دخيا اللي كان في يوم مش طبيعي. طبعا كان بيجيب اي كوره في اي حته في المرمى. طبعا بغياب كين، ديلي الي من اللعيبه اللي بتجيب في الوقت ده لما كين ما بيبقاش موجود. غير ان ديلي الي بيبقى له الوقت ده في الموسم بيضرب فيه جامد قوي، فانا متوقع ان شاء الله انك انت ممكن تجيب ديلي الي ينفعك الفتره الجايه. تالت واحد هو بوجبا، اللي سعره قاعد يطلع جامد قوي عشان الراجل ده عامل 4 اهداف و3 اسيستات لحد دلوقتي تحت قياده سولشاير. ومباريات اليونايتد زي ما قلنا المباراه الجايه مع برايتون اكيد هيجي فيهم اجوال، وبوجبا لازم يكون له دور. رابع واحد هو رحيم ستيرلينج. ستيرلينج عنده 3 اسيستات في اخر 3 مباريات لعبهم مع الفرقه، واظن ان لسه اللحظه اللي ستيرلينج هيرجع يضرب فيها جامد ما جاتش، فهاته يمكن يضرب الاسبوع الجاي. بالنسبه بقى لخط الهجوم، راشفورد 7 و4. اكيد انت توقعت ان انا لازم هقول راشفورد الاسبوع ده. من الاسبوع ال 16 لحد دلوقتي راشفورد مساهم في 9 اهداف مع فرقته، جاب 5 وعمل 4. اخر لاعب معانا النهارده هو جيمي فاردي ب 8 و9. انا عارف ان انا قلته الاسبوع اللي فات وخيش، لسه فاردي اظن ان الدنيا معاه هتشتغل من الجوله الجايه او في الفتره دي عموما، حتى لو بيلعبوا فرق من التوب 6. سيب فاردي. انا يعني شايف ان فاردي هيبقى لاعب ممتاز ومهم جدا لليستر سيتي عشان يعدوا معجنه الماتشات اللي هم داخلين عليها. بالنسبه بقى لخيارات الكابتنه، اول واحد هو صلاح. صلاح اوبشن سيف دايما، راجل بيجيب بال10 وال11 وال12 نقطه في الاسبوع. المباراه الجايه حلوه جدا لليفربول، كابتن صلاح يمكن يجيب جول او يعمل اكتر من كده. تاني واحد ستيرلينج، طبعا المباراه الجايه هادرسفيلد. ستيرلينج قلنا الاسبوع اللي فات ما جابش كتير يعني، بس جاب على الاقل اسيست، فماشي الحال يعني. بالنسبه للناس اللي مكابتنه هازارد واللي يا عيني مكابتن اوباميانج، فستيرلينج كان طفره. اخر واحد معانا في الكابتن الاسبوع ده هو ماركوس راشفورد.
زي ما قلنا ماركوس راشفورد 5 اهداف و4 اسيستات من الاسبوع ال 16، كونسيستنت الى حد ما. جرب تكابتنه الاسبوع الجاي وخد انت الريسك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده ويلا فانتسي وتوقعات الجوله ال 23. اتمنى طبعا ان الناس تكون مكمله في الكاس، ولو عندك اي استفسار عن اللعبه سيب لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليك، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، وسلام.